يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن فيلم مثير ونادر من بطولة الفنانة الجميلة يسرا. عاوزين تعرفوا هو فيلم ايه وايه قصته ومين أبطاله وايه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم الصعاليق من بطولة يسرا ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومهاب عوف. بتدور أحداث الفيلم عن مرسي أو النجم نور الشريف وصلاح أو النجم محمود عبد العزيز، الاتنين الأصحاب اللي عايشين في اسكندرية حياة الصعاليق. بيتجوز مرسي من بائعة الشاي صفية أو النجمة يسرا، وفي يوم بيصدم شاب بسيارته وبيتم سجنه، وبيتكفل صلاح بزوجته وابنه، لكن بيضعف قدامها وقدام جمالها وبيخون صاحبه. بيندم صلاح على اللي عمله وبيتفق مع صفية ينسوا اللي حصل، وبيخرج مرسي من السجن وبيقوم هو وصلاح بتهريب الممنوعات ويبقوا أغنياء. بيتعرف صلاح على منى أو النجمة مها بعوف، وبيقع في حبها ولكنها بتسيبه ويبدأ الخلاف ما بين الصديقين وبتتصاعد الأحداث.